رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجعا من غزاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان راجع من غزوة من الغزوات، فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام خادم اسمه كركرة. فأتى هذا الغلام ليضع رحلا على دبة رسول الله، جاي يحط حاجة على الدبة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم راجعين، فأصابه سهم من سهام المشركين فوقع في صدره فمات من ساعته. مات في نفس اللحظة اللي جه السهم في صدره. فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، غلام خرج في سبيل الله وخدم رسول الله وترك أهله وماله من أجل الله ثم قتل وهو راجع من الغزاة. فلما بلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينبأ من الوحي بما لا ينبؤون به قال: كلا كلا، الجنة كلا، إن الشملة التي غلها، الشملة اللي غلها من الغنائم من غير ما حد يدرى بيه، لتلتهب عليه في قبره نارا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب اللي هي يا جماعة الذنوب الصغيرة اللي احنا بنعملها ومش واخدين بالنا ان هي قاعدة تتراكم ذنب صغير على ذنب صغير لغاية ما تكاد تهلك